السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء مهندس موقع أو مهندس مكتب، فأنت محتاج تكون ملم بحاجة اسمها documentation، الورقيات. فعلشان كده أنا حاولت بقدر الإمكان ألخص لك أشهر الورقيات اللي أنت هتشتغل بيها، وكان عددهم حوالي 8 ورقيات دول أشهر. أول ورقة أنت محتاج اللي أنت تعرفها حاجة اسمها ال RFA، ودي طلب اعتماد مواد أو مورد، ودي المقاول بيعملها لو أنت عايز تبقى تشتغل بند توريدات مع مقاول، فأنت محتاج الأول إن أنت تكون معتمد لدى المقاول. يبقى ده المقاول بيتعامل مع موردين، فهو محتاج يعتمد موردين معينين للعمل معاه، زي مثلا شركة زي المقاولين العرب. مش أي حد كده بيخش يورد للمقاولين العرب. المقاولين العرب هو مقاول عام، مش أي حد هيورد له، هو معتمد ناس معينة. علشان أنا بعتمد نفسي كمورد، بروح للمقاول أقول له اعتمدني، أنا بقدم 1 2 3 اعتمدني. فالورقة اللي تثبت اللي أنا معتمد ورقة اسمها ال RFA، هو بيعملها لي. طيب نيجي للورقة التانية اللي هي المهمة، حاجة اسمها ال RFI. دي أنت بتعملها في حالة لو أنت عندك نقص في المعلومات من الرسومات التصميمية أو من المقايسة الفنية اللي الاستشاري عملها لك. فأنت كمقاول بتبعت للاستشاري تقول له أنا مش فاهم منك 1 2 3، ممكن توضح لي أكتر؟ فدي على ورقة اسمها ال RFI. طيب دلوقتي أنا خلاص عايز أورد حاجة الموقع، ما ينفعش تقوم رايح مورد الحاجة الموقع من غير ما أنت تعتمد الأول الداتا شيت بتاعتها. فعلشان تعتمد الداتا شيت او عينه صغيره منها، بتقدم ورقه اسمها الام اس. الام اس دي ورقه تفيد اللي انت عايز تعتمد العينه الفلانيه او تعتمد الكتالوج الفلاني او الداتا شيت. انا مثلا هورد فان كويل من عندي كارير، مش ممكن اجيب فان كويل، اشتري وحده فان كويل واوديها للاستشاري على ورقه اسمها الام اس، واقول له ايه رايك في الفان كويل دي، موافق بيها عشان اكمل باقي البضاعه وباقي الكميه ولا لا؟ وممكن ما اجيبش العينه، ما اجيبهاش ملموسه، اجيبها ايه، داتا شيت، ورقه. يعني اروح للمورد بتاع الكارير اقول له هات لي الكتالوج، فاروح للاستشاري اقول له ايه رايك في الكتالوج ده، تمام موافق بيه اعتمده لي. في اعتماد عينة أو كتالوج أو داتا شيت أو بروشور على حاجة اسمها الام اس. طيب أنا دلوقتي بقى محتاج أورد خامة في الموقع، ما ينفعش أورد خامة في الموقع وأدخلها واستخدمها من غير الأول أما مهندس الاستشاري التنفيذ يشيك إن الخامة اللي اتوردت الموقع دي مطابقة للمواصفات ومطابقة للام اس. يعني لازم تكون، مش انت الاول اعتمدت الام اس، جيت بقى اورد للموقع، لازم اقدم ورقة تانية اسمها الام اي ار، علشان الاستشاري يتأكد ان الماتيريال فعلا اللي اتوردت في الموقع زي الماتيريال اللي معتمدة من كتالوج او كانت اللي متقدمة عينة. يبقى لازم الاول قبل ما المقاول يشتغل لازم يعتمد الحاجة اللي اتوردت الموقع على حاجة اسمها الام اي ار. طب انا دلوقتي خلصت جزء من شغل وعاوز اسلمه للاستشاري، اقول له تعالى شوف ايه رأيك في الشغل ده يا هندسة. لازم اقول له على حاجة اسمها WIR، تعالى استلم مني الشغل. طب لو هو جه استلم مني الشغل ولقاه تمام، هيديني كود A او B او C. طيب كود A يعني مقبول من غير ملاحظات، وطبعا مفيش استشاري بيعمل كده، مفيش استشاري اهبل هيعمل كده. طب كود B يعني معتمد ولكن في ملاحظات، ويقوم راح رازع لك اي ملاحظات خايبه. طب كود سي يعني مرفوض، شغلك ده مرفوض. طيب يبقى دلوقتي اي حاجه من الورقيات اللي فوق دي هتلاقي مكتوب فيها كود A او B او C، موافق او موافق بملاحظات او رافض. طب في عندنا حاجه اسمها ال NCR. ايه ال NCR ديت؟ لو المقاول نفذ بند مش مطابق للمواصفات هرفضه، واقوم راح مقدم له الان سي ار، اقول له بعد اذن حضرتك التزم بالمواصفات والمعايير اللي انا حاططها لك. نيجي بقى للخير كله، الفي او. ده احلى حاجه المقاول بيكون داخل عليها اساسا. يعني ايه الفي او؟ انا داخل على شقه مثلا،
كنت متفق مع الاستشاري او المالك اللي انا الشقة دي هشطبها لك، فكنا عاملين مقايسة واتكلفت الشقة تشطيبها وليكن 100,000 جنيه. جيت وانا شغال لقيت المالك بتاع الشقة او الاستشاري قال لي بلاش تركب شبابيك خشب، ركبها لي شبابيك بي في سي او ركبها لي شبابيك ألمونتال. بلاش تعمل لي الارضيه، احنا كنا متفقين ان الارضيه هنعملها مثلا سيراميك، لا ده انا عايزك تقوم عامل لي عليها كمان باركيه. فدلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيعمل بنود زياده، بنود جديده ما كناش متفقين عليها، بس انت كده كده اللي هتنفذها. فساعتها بقى ده انت جيت لي يا معلم برجلك، هسعرها لك زي ما انا عاوز. هقول لك على الحاجة دي مثلا بتتكلف 10 جنيه، هقول لك ب 12 جنيه، ما انا كده كده اللي هنفذ. وهعمل لك حاجة اسمها تحليل اسعار، وتحليل الاسعار ده مفيش اسهل منه، بيتضرب. الفي او ده الرزق بتاع ايه؟ المقاولين. وطبعا كل ما الاستشاري كان شاطر، كل ما يخليش في حاجة اسمها في او اساسا. انا كل حاجة عاملها اساسا من الاساس في التصميم وفي المقايسة، فواخد بالي منها كويس قوي، مش مستني بند يبقى واقع مني فاضطر اللي انا اعمله ايه؟ في او انا بنفذ. عشان المقاول ساعتها بيكون بيسعر بمزاجه. عندي في حاجه اسمها البي او كيو. البي او كيو ديت ده حصر الكميات بقى بتاعت المشروع. سواء عندك صاج، عندك مواسير، عندك مكن، في حاجات بتتقاس بالوزن بالكيلو يعني، وفي حاجات بالعدد، وفي حاجات بالمتر، وفي حاجات بالمساحه. فكل حاجه على حسب ايه؟ على حسب البند. ودول اشهر انواع الورقيات اللي انت هتشتغل عليهم، ودول يكفيك كبداية اللي انت تعرف بس يعني ايه documentation.